آلام أسفل الظهر هي مشكلة بتؤرق حياة ناس كتير جدا وبتأثر على يومهم بشكل كبير. في الفيديو ده هنعرف أهم 10 مبادئ لآلام أسفل الظهر. معاك دكتور أحمد عبد الغني أبو سعدة، أخصائي أمراض الروماتيزم والمناعة والتأهيل الحركي. أهلا يا عزيز. أول مبدأ من ال10 مبادئ هو إن آلام أسفل الظهر بتصيب 80% من البشر على مستوى العالم. الآلام التنكسية أو الأسباب التنكسية ودي عبارة عن تغيرات طبيعية جدا بتيجي مع تقدم العمر، زي جفاف الغضاريف ما بين الفقرات والتهاب مفاصل العمود الفقري. تاني مبدأ معانا إن أكتر من 90% من آلام العمود الفقري بتتحسن في خلال أول 6 ل 8 أسابيع، ولكن المشكلة إن الموضوع بيتكرر، يعني الألم ده بيرجع تاني للمريض. لذلك الوقاية هتبقى أفضل وسيلة تدافع بيها عن نفسك ضد الألم ورجوعه ليك مرة تانية. تالت مبدأ معانا هو إني لازم أستبعد أي مرض خطير ممكن يصيب العمود الفقري بألم ويبقى مجرد عرض لمرض بشع. في مثلا أمراض ممكن تصيب المريض زي السرطان في العمود الفقري أو خراج في العمود الفقري أو التهاب البنكرياس. كل دي أمراض ممكن تصيب العمود الفقري بالألم، فالمريض اللي بيشتكي من ألم أسفل العمود الفقري ده ممكن يبقى عرض لمرض صعب جدا موجود داخل جسم المريض، فلازم نستبعده في الكشف. رابع مبدأ من أهم 10 مبادئ لآلام العمود الفقري إن لازم نقيم أثناء فحص المريض الحالة النفسية. الحالة النفسية للمريض بتسيطر على المرض بطريقة فوق الطبيعي، وممكن كمان تخلي المريض ما يتحسنش حتى مع العلاج المناسب. ففكرة الحالة النفسية بتاعت المريض مؤثرة جدا حتى في وجود الألم، إن ممكن الألم بيبقى بيتزايد عليه بسبب حالته النفسية كاكتئاب أو قلق أو توتر، وحتى استجابته للعلاج الدوائي بتلاقي إن المريض ما بيستجيبش للعلاج أصلا. خامس مبدأ من مبادئ آلام العمود الفقري هو إن آلام العمود الفقري المزمنة معظمها ما بيتعالجش بالجراحة، لا بيتعالج بالأدوية، بيتعالج بالعلاج الطبيعي، بيتعالج بالتمرينات. سادس مبدأ من مبادئ آلام العمود الفقري هو إن الجراحة السبب الرئيسي ليها هو تفادي التلف التام للأعصاب. بنعرف إزاي؟ في أعراض معينة كده زي سقوط القدم أو ضعف بعضلات الساقين أو فقدان التحكم في البول والبراز، وقتها بنقول إن لازم نعمل جراحة في خلال أول 72 ساعة عشان نزيل أي ضغط على العصب أو أي التهاب بيحصل في العصب، فبالتالي العصب ما يحصلش فيه تلف دائم. سابع مبدأ من مبادئ آلام العمود الفقري هو حقن الكورتيزون. امتى احقن كورتيزون في ظهر المريض؟ حقن الكورتيزون مرتبط بحاجة واحدة بس، لما بيكون في غضروف واضح وصريح عامل مشكلة وضاغط على جذر عصب، والعصب اللي مضغوط عليه من الغضروف اللي خارج وباين في الأشعة هو ده أساس الألم أو أساس التنميل أو أساس عرق النسا اللي موجود عند المريض. وقتها حقن الكورتيزون بيبقى مفيد وفي نفس الوقت بيقلل الالتهاب اللي موجود على العصب. إنما مش أي حقن في العمود الفقري بيتحقن كورتيزون، بالعكس أنا ممكن يبقى فيه مثلا مشكلة زي التهابات للأربطة وبحقن مواد مخدرة على فترات متباعدة بحيث أقلل الضغط على الرباط وفي نفس الوقت المريض ما يحسش بالألم لحين ما ينتهي فترة علاجه الدوائي وعلاجه التأهيلي. تامن مبدأ من مبادئ آلام العمود الفقري هو إن 40% من الأطفال اللي بيتراوح أعمارهم من 9 سنوات ل 18 سنة بيجي لهم آلام بالعمود الفقري، وبيتزايد النسبة دي مع السن. ده بيوضح إن آلام العمود الفقري هي مشكلة شائعة جدا وموجودة حتى في الأطفال والمراهقين. تاسع مبدأ معانا في مبادئ آلام العمود الفقري هو إن السيدات أكثر عرضة لآلام العمود الفقري عن الرجال. ده طبعا بسبب الحمل والولادة وبسبب إن عضلات السيدات أصلا أضعف من عضلات الرجال، وعندنا في الأمراض الروماتيزمية الهرمونات بتلعب دور كبير جدا في إن الأمراض الروماتيزمية تنشأ في جسم السيدات عن الرجال. آخر مبدأ معانا من مبادئ آلام العمود الفقري هو إن آلام أسفل العمود الفقري هو سبب العجز الرئيسي على مستوى العالم.
وده معناه انه بيسبب مشاكل كتير للناس في حياتهم اليومية، زي صعوبة في المشي، في الجلوس، او حتى في النوم، لدرجة ان في ناس بتتأثر ما بتقدرش تنام بسبب الوجع اللي بيجيلها اثناء النوم. وده بيأثر على شغلهم وعلاقاتهم الاجتماعية، وبيخليهم مش قادرين يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. عشان كده احنا لازم نفهم ان مبادئ العمود الفقري هتبسط لنا التعامل مع مشاكل العمود الفقري. يعني مش اول ما هيجيلي ألم في العمود الفقري هتخض واتفزع لمجرد ان انا ألم في ظهري يبقى غضروف ويبقى محتاج عملية. لا خالص. انا حابب اقول لحضراتكم ان في 9 أنسجة في ظهرنا، كل نسيج ممكن لوحده يشتغل ويولد ألم. فما ينفعش ان انا اول ما يجيلي وجع في ظهري اقول ان ده غضروف ومحتاج عملية، فبالتالي اتكاسل في ان انا اتعالج، في حين ان ممكن يبقى سبب بسيط جدا ويتعالج، وفي نفس الوقت تحافظ على نفسك في انه ما يتكررش. كنت حريص ان انتوا تبقوا فاهمين المبادئ البسيطة دي، وان شاء الله هنتكلم اكتر عن آلام العمود الفقري في فيديوهات تانية. في رعاية الله وفي حفظ الله.